السلام عليكم. انا النهارده راح اشتري حاجات من ادونيس. اول حاجه ناخدها معانا الاكياس بتاعتنا عشان يعبوا لنا فيها الحاجه، لان هنا الاكياس البلاستيك ممنوعه يعني، ولو موجوده بتبقى بفلوس، فلازم ناخد الريوزبل باكس بتاعتنا معانا قبل ما ندخل. ده قسم السمك الفريش. انا هاخد سمكتين من ده، بيقولوا عليه لودنير سي باس، مش عارفه يعني ايه بالعربي. حاجه شبه البوري كده بس احلى شويه، قطره يعني، لحمه قطره. تختاروا اي حاجه انتوا عايزينها. الاسعار ده كويس برضو، ده الرويال ده. بعدين هم ينضفوها لك كده ويدوها لك يعني. في طبعا السمك الفيليه الجاهز كمان. مورينجا. المورينجا دي تمنها 5.33 الواحدة. بصراحة مش حلوة، أنا جربتها قبل كده، مش زي بتاعت مصر خالص. العيش اللبناني، الخبز العربي اللبناني ده الأبيض 119. الأسمر بنفس السعر بس مش شايفة أسمر دلوقتي. أنا باخد من ده، هاخد لي كيسين منهم. الأسمر أهو. ديت الزيوت، طبعا الزيت غالي في كل حتة في العالم يعني، بصوا ده ب$20، 3000. اللي هو زيت عباد الشمس ده sunflower oil، أقل من لتر، 946 ملليلتر ب 6.99، إزازة صغيرة يعني. السمنة ديت دي طبيعية 1.6 كيلو جرامز، يعني كيلو ونص تقريبا ب $40. دي بتركب أرخص من كده من كاسكو، نص السعر تقريبا. ب 3.99 الباوند. نكترينز نفس الشيء 3.99 الباوند. دول اللي كانوا في كاسكو حبات كبار قوي ب 15.99 لو تفتكروا. وكمان البرقوق البلمز كمان ب 3.99 الباوند. كل الأنواع تقريبا ب 2.99 الباوند، كل الأنواع الأحمر والأصفر كلهم ب 2.99. الأخضر جراني سميث ده كرنب ب 1.99، خيار ب 1.99، والكوسة العادية بتاعتنا والغامقة كمان ب 1.99، كل دول الباوند. فراولة 2 ب$5، مش كبيرة العبوة دي، صغيرة. الناسة ب 5.99، لو تفتكروا كاسكو كان أرخص من كده. فالواحد بيشوف يعني، بيبقى عارف ان الحاجة يجيبها من انهي محل عشان تبقى سعرها مناسب يعني. في اماكن ارخص من اماكن. كيس الليمون ده ب 3.99 بس اصغر طبعا من اللي كان في كاسكو، نص كمية تقريبا. البصل العادي ب 4.99، دول 5 باوند يعني 2 كيلو ونص. الأحمر كمان ب$5 بس دول 3 باوند. دايما البصل الأحمر ده أغلى بس ظريف في السلطة صراحة. طبعا ولا حاجة جنب اللي يعرف المانجا بتاعت مصر، 3 ب$5. بس ولا دي تتشرى ولا دي تتشرى يعني، إلا لو الواحد يعني هيموت عليها، مش حلوة خالص. اكشلي الفونسو دي مش وحشة، دي ظريفة يعني. بس بقية الحاجات عاملة زي الخيار حقيقة، طعمها مش مانجا، طعمها خيار. زبادي سادة ب 2.99، 750 جرام العلبة دي. زبادي تاني اهو، اكتيفيا ده ظريف ب 5.99، عاملينه عليه عرض، هو اصلا مكتوب 9.49 سعره الاصلي يعني، حاجة مبالغ فيها صراحة. ده الجريك، دول 4 وحدات بيبقوا 4.79، غالي طبعا. الصغيرين دول ال3 $2، دول حلوين صراحة. التاني ب 2.99. جبنا الموتزاريلا دي اصلا ب $20 الكيس، عاملينه ب 9.99. هو ده الكيلو الا شوية عشان مبشورة بيها طبعا، بس هي الجبن عموما غالية يعني. الحاجات اللي هي كل كاتس زي اللانشون والتركي والحاجات دي اسعار صغننة شوية اهي، باينة اهي. الزهراء الزيتون حلال ب 1.99 ال 100 جرام، السعر هنا بال 100 جرام. انواع بقى، في بيستاش، في مشطشط، في بالزيتون، في سادة، في بسطرمة حلال كمان، ده سعرها. بقى الحاجات بقى بتاعتهم بقى التركي والسموك ميت، سعرها تحت اهو. بس بقيت بقى البروشوتو والحاجات الخنازير حاطينها الناحية التانية، الحلال في قسم لوحده. ده برضو حاجات حلال هنا زي السوسيس، هوت دوجز، في الجلاش. انا بجيب الجلاش الفريش ب 2.99 اللفة، ده الرفيع وده التخين شوية في السماكة يعني. العصير الفريش اللي بالثلاجة ده ب 4.99. حركة زي تروبيكانا ب 5.49، لتر ونص.
ماركات ما اعرفهاش صراحة، حاجات شكلها فيك يعني مش عصير بجد. 4.99. حاجات بقى الكوكتيل والكلام ده اهو 3.79. ده المونتي اورنج جوس ده برضو. عندهم العصير البيست بتاع مصر، عندهم دايما المانجا وجافا، بس النهارده مفيش غير الكوكتيل ده، ثمنه 3.79 اللتر ده. ديت الحلاوة الطحينية اللي غاوية حلاوة طحينية طبعا غالية قوي 8.79. السادة ديت ب 6.99. علبة كبيرة دي 2 pounds 15.99. ده بالبيستاشيوز. في ماركات مختلفة بس عموما السعر غالي صراحة. طحينة ب 10.99. الطحينة دي ب 7.99. هاخد لي واحدة من دول أنا. فول الأمريكانو بتاع مصر اهو ب 2.29. different flavors بقى حسب الخلطة يعني. اللي في وشي هناك دوت بس مش عارفة أقرب قوي عشان الناس. القسم اللي بيبيعوا فيه الحاجة اللي هي الأكل الجاهز، فراخ مشوية على بعض كده، شايفين في فراخ مشوية، بطاطس، وجبات جاهزة يعني، بار السلطات، ده منيو الأسعار. ظريف لو الواحد مزوق يجيب له فرخة مشوية وشوية بطاطس. والفراخ المشوية هنا حاجة المشوية بتيجي بلاستيك شكل كده، ثمنها 11.99. وجبات بقى مثلا فراخ بالرز 15.99. ده رز سادة $10 العلبة دي. بطاطس مع رز $10 كده يعني. different tips بقى. البابا غنوج، الثوم، الحمص. علبة البابا غنوج دي بس 5.79. الحاجات اللي هي التومية، garlic sauce. ده الحمص ب 5.99. اللحمة حلال بس كان زحمة قوي الناس، فأنا ما وقفتش عنده فجبت فرخة. بس شايفين مكتوب عليها حلال والسعر أهو. مش عارفة أشوف كويس. $10 الكيلو يعني، في كيلو ونص ب $15 $16. جبت اللي هو البوفتيك، في قطعوه رفيع هنا برضه، تمنه أهو كيلو ب 24 وشوية. بس القطعوه رفيع ظريف بصراحة بيعجبني فجبت منه. ده فكرة عن أسعار اللحمة الحلال. وانا جبت سمكتين من السي بقى كده فرجته لكم بالاكلة سمك، لان انا وجوزي بس اللي بناكل سمك، ولادي مش بياكلوا سمك. فرجكم سريعا جبت ايه. ده بصل، مش عارفه اوريكم سعر البصل ولا. جبت واحد ابيض واحد احمر، العيش اللبناني. وجبت واحد حمص الصغير، كيس ليمون. دي فرطة حاجه كده، اللي يعرف الفطير المصري دي اقرب حاجه للفطير. بتبقى فروزن يعني، بتتسوى في الطاسه واحده بواحده. طبعا انتوا عارفين الدنيا اجازه الصيف وولادي قاعدين في البيت، فبحاول اجيب لهم حاجات انوع لهم شويه. ابني بياكل ده اكشلي، بنتي لا. وهو عليه السمن بتاعه والحاجات بتاعته دي، ممكن تحطوا عليه جبنه وممكن ياكلوا ساده. ابني بياكلوا ساده اكشلي. ايه تاني. جبت من دوت اللي هو الباجيت، الواحده من دول $2 تقريبا. عشان اعمل حاجات سريعه بقى، الولاد في البيت في الصيف تبقى عايزين تعملوا مثلا جارليك بريد، تقطعوا ده وتحطوا عليه جبنه وتحطوه في الفرن، تعملوا سندوتشات كولد كاتس، تركي، روز بيف، اي حاجه كده. وجبت كمان مش العيش بس السكة. الفراولة جبت 2 منهم. جبت طماطم، مش عارفة اوريكم الطماطم ولا لا، ده ب 1.99 الباوند الطماطم دي. وجبت شوية من البرقوق اللي فرجت لكم، كوسة، طحينة، زبادي، ودول نعناع، وكل حاجة من دول ب $1. البصل الأخضر والنعناع والبقدونس كل حاجة 99 cents بس كده. وجبت جبت سيلف فرايزنج فلاور عشان عندي ريسيبي، ده ب 3.99. هو الدقيق اللي هو فيه البيكنج باودر بتاعته اوريدي يعني. وجبت جلاش من اللي فرجته لكم كمان، عشان طبعا ده لا غنى عنه في المطبخ العربي. تعملوا جلاش بالبسطرمه، جلاش باللحمه، جلاش بالجبنه، اي حاجه بقلاوه. بس انا هعمل دي جلاش باللحمه الحقيقه يعني. بس كده، يا رب تكون عجبتكم الجوله ديت، وخدتوا فكره عن اسعار في محل تاني، بالذات محل يكون فيه منتجات عربيه شويه وحاجات حلال. واكتبوا لي اقتراحاتكم لو عايزين تشوفوا اسعار حاجه تانية في كندا. انا واقفه في الايل بتاع الميه اكشولي، لو حد عايز يعرف الميه المعدنيه بكام. بس اكتبوا لي اقتراحاتكم واي حاجه لو عايزين تشوفوها، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.